ليفربول يضرب ارسنال بسلاحه، سلاح الكرات الثابته، ويقدر انه يفوز عليه بعد ماتش بصراحه اتقسم على شوطين. الشوط الاول كان بالكامل لصالح ارسنال، انما الشوط الثاني كان برضه بالكامل لصالح ليفربول. كلام كتير طبعا واحداث كتيره حصلت في الماتش بتاع النهارده، وقمه الجوله فعلا النهارده كانت ما بين الفريقين اللي الكل طبعا مجمع ان واحد فيهم هو هيكون بطل الدوري الانجليزي الموسم ده في النهايه، وده بان اكتر كمان بعد خساره مانشستر سيتي النهارده قدام برايتون. فكل حاجه لسه ممكنه. فتعالى يلا بينا بقى نخش نتكلم براحتنا عن الماتش بتاع النهارده. بس قبل ما نخش على الحلقه ما تنساش تدعمني بالشير واللايك والسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. ليفربول وارسنال النهارده يا جماعه قدموا لنا ماتش جيد جدا، نقدر نقول كده على المستوى التكتيكي، انما على مستوى الفني والمتعه بصراحه ما استمتعناش قد كده. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الفرقتين من بدايه الشوط الاولاني وهم محترمين بعض جدا جدا جدا، اقدر اقول انه بزياده عن اللزوم. الفرقتين مدين لبعض حجمهم، الفرقتين عارفين قد ايه الماتش ده مهم جدا، لدرجه ان زي ما قال المعلق بتاع الماتش قال لك ان في ناس بتقول لك الماتش ده هيتبني عليه مين بطل الدوري. شوف احنا لسه في ثالث ماتش في الجوله الثالثه وناس بتتكلم في مين فيهم اللي هيكسب الماتش ده عشان يبقى بطل الدوري. طبعا كلام صعب جدا لان لسه في ماتشات كتير ولسه في احداث كتير في الدوري، صعب جدا التكهن من دلوقتي مين هيكون بطل الدوري، ولكن بيبين لك شويه حاجات، بيبين لك الفرق ما بين الكواليتي اللي موجوده. وده النهارده بصراحه بالنسبه لي انا ظهر من المدربين. ارتيتا لسه ما عندوش الحركه بتاعه سلوت على الرغم من ان ده تاني موسم ليه في الدوري الانجليزي، الا انه دي حركته المميزه، دي الحركه اللي بصراحه انا بحترم جدا فيها سلوت، اللي هي ايه يا جماعه؟ وقلتها لكم قبل كده اكتر من مره، وهي التركيز الشديد على نقاط ضعف الخصم والحركه عليها. بمعنى انا بتفرج الشوط الاولاني بسيب لك كل حاجه، الشوط الاولاني اعمل اللي انت عايزه مفيش مشكله، انما الشوط الثاني انا هقرا كل نقاط الضعف اللي عندك وهنزل الشوط الثاني هلعب عليها واحده واحده مش هرحمك. وده اللي حصل بالظبط. يمكن ما قدرش انه يستفيد منه باهداف، ولكن وفق عن طريق طبعا الضربه الحره بتاعت سابوزلاي اللي حطها بصراحه بكل معلمه. يعني خليني اقول لك ان الراجل حطها بشكل يعني خرافي بصراحه، جميله جدا، حطها بكل قوه وبمنتهى المهاره وفي حته قاتله صعبه جدا على ديفيد رايا. ولكن تعالوا بقى نتكلم عن الشوطين بسرعه ونتكلم ازاي سلوت قدر انه يغير شكل الفريق من الشوط الاولاني للشوط الثاني. طبعا الشوط الاولاني زي ما قلت لك كان في احترام متبادل ما بين الفرقتين، ولكن الافضليه كانت لارسنال، الاستحواذ كان لارسنال. ارسنال حاول على المرمى اكتر من مره في الشوط الاولاني خاصه، ولكن كان عنده مشاكل ما قدرش خالص انه يتعامل معاها او يحلها ارتيتا حتى مع بدايه الشوط الثاني. ايه هي؟ عندك زوباميندي وديكلان رايس في النص، الاثنين لسه ما خدوش نقطه التفاهم ما بين بعض. قدامهم كمان قتلهم بميرينو بصراحه. يعني طبعا لما بيبقى قدامهم اوديجارد او مثلا نوانيري او حتى اللاعب الصغير الجديد داومن، اي واحد فيهم بيقدر ان هو يحرك. ليه؟ عنده السرعه، عنده الفنت، عنده المهاره، عنده كل ده يقدر يستخدمه بشكل سريع وبشكل يفيد الفرقه بشكل كبير. ولكن ميرينو تقيل، كلنا عارفين ان هو تقيل، واصلا هو عنده الحته دفاعيه اكتر. فميرينو مع زوباميندي مع ديكلان رايس الثلاثه اصلا اساسا بيتميزوا بالنزعه الدفاعيه عن النزعه الهجوميه، فده موت نص الملعب بتاع ارسنال، مع طبعا وجود مدويكي على اليمين ومارتينيلي على الشمال. فالهجوم كله مش لاقي حد يعني يدي لحد، يعني كله بيدي لبعضه في نص الملعب. عندك مدويكي يعني كان بيحاول وما استغلش ارتيتا نقطه ضعف مهمه جدا، وهي سابوزلاي اللي بيلعب في حته مش حتته خالص، في مركز مش مركزه نهائي. فكان من الطبيعي ان انت تضغط عليه بكل القوه اللي عندك، فانت لا سبت له مارتينيلي اللي هو اصلا كلنا عارفين ان هو بيلعب بمزاجه والدنيا معاه مش بخير خالص. فلا يعني طب انت حتى ما بعد 10 15 دقيقه لاحظت ان مدويكي هو اللي بيحاول يتحرك، هو اللي يعني عايز يعمل حاجه، مارتينيلي الناحيه الثانيه ما بيعملش. كان على طول تبادل، هات مدويكي
شمال، ودي مارتينيلي يمين وسيبه هو اللي يلعب على سوبوزلاي، يمكن يعمل حاجه. الناس كلها لسه كمان بتسال عن جيوكيريس، يعني جيوكيريس مش باين، جيوكيريس ما لعبش، مش هو ده اللي احنا عارفينه، مش هو ده الهداف العملاق اللي احنا كنا مستنيينه. ما هو يا جماعه الكوره ما بتوصلوش يعني خلينا نتكلم، الكوره ما بتوصلوش، الراجل بيحاول بيقرب بينزل وبيعمل كل حاجه، ولكن الكوره ما بتوصلوش. الكرة هات لي قول لي كم مره الكرة دخلت ال 18 لجيوكيريس وجيوكيريس ما قدرش ان هو يتعامل معاه بشكل صحيح؟ مش هتلاقي، صفر. ولا مره الكرة راحت له في ال 18 بشكل مظبوط وهو اتعامل معاه بشكل سيء، مفيش، الكرة ما وصلتلوش اصلا. فبالتالي ما تقدرش تعتب على جيوكيريس، لان زي ما قلت لك في عقم يعني تام بصراحه في نص الملعب بوجود الثلاثي ده. مفيش اللمسه بقى بتاعت اوديجارد زي ما قلت لك، بتاعت نوانيري، اي واحد من الاثنين دول. طبعا وجود ساكا طبعا اللي بيحرك الملعب حتى وهو على الجبهه اليمين. كل العناصر اللي بتحرك اللعب او اللي بتفيد منظومه ارسنال مش موجوده، فبالتالي كان استحواذ وقوه او محاولات هجوميه على الفاضي بدون اي نزعه شرسه او تخوف دفاع ليفربول. طبعا لو جينا طبعا لاصابه صليبه وخروجه طبعا مبكرا، بصراحه اللاعب طبعا ماسكيرا اللي نزل بداله ما حسسناش باي فرق. الراجل عمل ماتش محترم جدا، عمل اداء كويس جدا هو وجابرييل الاثنين بصراحه، يعني ما حسناش بغياب صليبه على المستوى الدفاعي. فده يا جماعه بالنسبه لارسنال الشوط الاولاني. بالنسبه لليفر الشوط الاولاني زي ما قلت لك هو سايب الاستحواذ، سايب الكره تماما، وسايب كل حاجه الارسنال، وبيحاول يلعب على المرتده لحد ما يشوف الشوط الثاني سلوت هيقرر ايه. ده اللي انا شايفه بصراحه. انا شايف كده ان اللعيبه منتظره تعليمات سلوت ما بين الشوطين، يلا يا رجاله هنغير طريقه لعبنا من ان احنا هنسيب الاستحواذ ومن ان احنا مش عارف هنعمل ايه لكذا كذا كذا. ايه بقى الكذا كذا كذا اللي اتغيرت للشوط الثاني؟ ارني سلوت يا جماعه نزل الشوط الثاني كان باين بقى، عارف ان نص الملعب عندهم مفيش قوه او ولا نزعه هجوميه يقدروا يلعبوا عليها، فابتدى يضغط بقوه على حامل الكره، يستخلص منه الكره بشكل سريع طبعا عن طريق ماكاليستر وجراغنبرخ. ولما حس ان ماكاليستر مش بيقدم الدور المطلوب على طول سحبه ونزل جونز عشان يبقى اسرع في استخلاص الكره واسرع في تمرير الكره لقدام. ابتدى يبان الكره، ابتدت الكره تروح لصلاح كتير، ابتدت الكره تروح لجاكبو كتير، ابتدى الكتيكي يظهر في الملعب اللي كان الشوط الاولاني مخنوق تماما والكره ما بتوصلوش، لا الكره وصلت له مره واثنين وجاب جون واتحسب اوفسايد. المشكله كلها الحقيقيه يا جماعه اللي في ليفربول، واللي طبعا سلوت مش عايز يعني يبينها او يعمل حركه تبين ان هو مش حابب ده، وهي فيرتس. هو لو على سلوت انا شايف كده برضو، وقول لي رايك في الكومنتات لان الحته دي مهمه جدا يا جماعه. انا شايف ان سلوت خايف يطلع فيرتس دلوقتي، او الاداره بقى قايله له ما تطلعه، اوعى تطلعه دلوقتي، ده احنا دافعين فيه دم قلبنا، ده لو خرج هتبقى مصيبه. لو الجمهور حس ان انت لا مش عايزه دلوقتي او شايف ان هو مش مناسب للمنظومه بتاعتك هتبقى كارثه، فما ينفعش يخرج. وحتى لما اتخرج مصاب في الدقيقه 89 وايه بالعافيه، فيعني اللي هو فعلا تحس بكده، انا حاسس بكده. ففيرتس هو العقبه الوحيده دلوقتي في ليفربول بعد ما كنا متوقعين ان هو اللي هيبقى العلامه الفارقه وهيطور من الفرقه بشكل كبير، الا انه لحد دلوقتي هو عقبه في طريق منظومه طبعا ليفربول. ولكن ما اقدرش طبعا اقول ان هو صفقه سيئه او صفقه مش ناجحه، لسه بدري عشان نقول كلام زي ده، لان في كلام كتير دلوقتي بيتقال ان صفقه فاشله وصفقه مش ناجحه وفلوس راحت على الارض وبتاع. لسه بدري قوي يا جماعه عشان نقول الكلام ده، لازم نستنى لغايه اخر الموسم نشوف فيرتس هيقدم لايه ليفربول. شفنا مبابي مع ريال مدريد كان في اول الموسم بتاعه، الموسم طبعا اللي فات مع ريال مدريد، شفناه في اول 10 15 ماتش ما كانش مبابي اللي احنا عارفينه لحد ما انفجر ورجع لنا امبابي اللي احنا عارفينه. ففيرتس لسه برضو مش نقدر نحكم عليه دلوقتي، لا لسه بدري. فطبعا زي ما بقول لك قدر ليفربول مع بقياده سلوت وبقياده افكاره انه يغير شكل المنظومه الهجوميه. ابتدى ان هو يضغط زي ما قلت لك ضغط عالي جدا على حامل الكره من ارسنال، غلطهم مره واثنين وثلاثه، وعشان كده توج في الاخر بالكوره الحره او الضربه الحره اللي حطها سابوزلاي زي ما قلت لك بطريقه عالميه بصراحه، طريقه جميله جدا. فقدر ان هو
يكسب الماتش ده. فبصراحه ماتش زي ما قلت لك ما كانش فيه المتعه الكتير، لان كان فيه طبعا تقفيل مساحات كبير، والفرقتين خايفين من بعض قوي، والاتنين عاملين لبعض حساب كبير قوي، فبالتالي ما كانش فيه برضو الهجمات الكتيره، ما كانش فيه الكرات بقى اللي احنا بنستناها في الماتشات طبعا بتاعت ليفربول وارسنال، لا مش موجوده بشكل كبير. ولكن يعني اللي اقدر اقوله لك انه ماتش ما نقدرش نبني عليه اي حاجه، لان الفرقتين قدموا كرة حلوه، الفرقتين بياكدوا قد ايه ان هم الفرقتين فعلا اللي جاهزين دلوقتي واللي بينافسوا بقوه على البريمير ليج الموسم ده. فبصراحه هو ده اللي كان متوقع انه يحصل في ماتش بالحجم ده وبقيمه الفرقتين اللي موجودين دلوقتي. فده كان كده ملخص سريع لاحداث ماتش ليفربول مع ارسنال. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وقول لي رايك طبعا تحت في الكومنتات لانه مهم جدا بالنسبه لي. بشكركم جدا، ما تنسوش تدعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بشكركم جدا وسلام.